مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل مع بعض شوربة جدا طيبة وجدا خفيفة على البطن، كلها فوائد وسهلة وخفيفة. رح نعمل مع بعض شوربة كريمة الفطر بصدور الدجاج. تابعونا لآخر الفيديو لتتعرفوا على عمل الوصفة. طبعا في البداية هون أنا حبيت إني أشوح صدورة الدجاج بالزبدة. قطعت عندي صدورة الدجاج بعد غسلتها كتير منيح، قطعتها مكعبات مثل ما أنتم شايفين، ونزلتها هون فوق الزبدة لحتى نتخلص من المي والسوائل الموجودة بصدورة الدجاج. رح أستمر هون بالتقليب لحد ما تستوي معي تماما. طبعا صبايا وصفة جدا اللي هي الأساسية بالوصفة أو مكون رئيسي بالوصفة هو الماشروم الفريش. طبعا أبدا أنا ما بستخدم بهاي الوصفة الماشروم المعلبات، ولكن هو أساسه الماشروم الفريش. قطعته كتير منيح لشرايح تكون شوي خميلة، وبعد هيك طبعا قطعت حبة من البصلة لمكعبات. أول ما شوحنا صدورة الدجاج وأخذت معي اللون الذهبي حطيت عليها البصل المقطع، شوحتهم مرة تانية، وبعدين نزلت عليهم بالمشروم. رجعت إني أشوحهم هون مرة تانية لحتى يتنكهوا بنكهة الزبدة والبصل. طبعا هون بالنسبة للتوابل رح أنزل عليهم أكيد الفلفل الأسود والملح. طبعا بعد ما حطينا الفلفل الأسود والملح نزلت عليهم ما يعادل 3 أكواب من المي الساخنة. طبعا هلأ صبايا رح أنزل عليهم باكيت أو مغلف شوربة كريمة الطهي بالدجاج. نزلتها هون، خليتها تغلي معنا غلوة، وبعد هيك نزلت عندي ما يعادل 300 مل من كريمة الطبخ. طبعا صبايا هون رح أستمر عندي بالتقليب لحد ما تاخد معنا غلوة، ورح نخليها على النار تغلى لمدة 15 دقيقة لناخد السمك المطلوب. طبعا بالنسبة لسمك الشوربة فيكم انتو تخففوا او تقلوا مثل ما انتو بتحبوا، ولكن يعني من اسمها شوربة لازم تكون معنا خفيفة وما يكون معنا اللي هي يعني متماسكة جدا. طبعا صبايا هيك صارت وصفتنا جاهزة لهاليوم. بتمنى إذا الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وألف عافية على قلوبكم، وشكرا لحسن المتابعة.